حرب بين بروسلز ولييج، خلينا نعرفها. لما تمشي بشوارع بلجيكا وتشم ريحة الوافل وتيجي تشتري، تحتار بين البلجيوم وافل واللييج وافل. الاثنين من اشهر انواع الوافل وازكاهم، بس بيختلفوا بالطعم والشكل والاصل. بلجيوم وافل إلها اسم تاني اللي هو بروكسل وافل لانها نشأت في بروكسل، اما لييج نشأت بالصومال. بمزح، اكيد في لييج. بروكسل وافل كانت للاغنياء وطبقه معينه بس كانت اللي تاكلها، اما لييج وافل كانت للفقراء والطبقه البسيطه وكل حد كان يقدر ياكلها. بس هلا الكل بياكلهم بدون اما بالنسبه للشكل طبقيات. خلينا نشوف. بلجيوم وافل بتكون قوامها اخف وهشه اكثر، عكس اللييج وافل اللي بتكون اتقل وبتمضغها اكثر. اما الطعم البلجيوم تيجي حلوه وبنضيف لها فاكهه او كريمه او سكر بودره، اما اللييج تيجي ساده ممكن يضاف لها شوكولاته، بس بالعاده بتتقدم ساده. انا على التنتين حطيت شوكولاته. بالاخر نرجع لسؤالنا، نختار مين بينهم؟ صراحه التنتين كتير ذكيين واكيد معدتك ما راح تحكي لا للتنتين، فمش غلط، جربهم مع بعض. يلا سلام.